ليه ماكدونالدز فشلت في فيتنام؟ في 2014 ماكدونالدز افتتحت أول فرع ليها في فيتنام في مدينة هو تشي مين، بس بدأت تواجه مشكلة كبيرة جدا، وهي إن العملاء ما كانوش بيحطوا وجبات ماكدونالدز من ضمن اختياراتهم خالص. وبالرغم من نجاح ماكدونالدز في معظم بلاد العالم إلا إنه ما نجحش خالص في فيتنام. في أسباب كتير قوي اترتبت على فشل ماك في فيتنام. أهمها أول حاجة إنهم كانوا مقلقين في شهادة الحلال في الأكل، لأن فيتنام دولة إسلامية. كمان الاختلافات الثقافية وتعلق شعب فيتنام بالأطباق التقليدية والشعبية، ده غير أسعار وجبات ماك اللي كانت بتعدي $5، في حين إن أفخم أكلة في فيتنام ما كانتش بتعدي $2 و$3. ماك كان في منافسة مع محلات الأكل اللي في الشارع، واللي كانت الاختيار الأقوى لشعب فيتنام. ومع ذلك ماكدونالدز بذل مجهود كبير جدا عشان يتكيف مع السوق الفيتنامي، فبدأ يبعد عن الأصناف الغربية وبقى بيقدم أصناف متماشية مع ثقافتهم المحلية، وظبطوا استراتيجيات التسعير. وبعدها بدوا يأكدوا في حملاتهم على سلامة وجودة الأكل وإنه حلال. ومع الوقت بدأ ماك يبقى عليه شعبية وإقبال كبير جدا في فيتنام. وبرغم إن دراسة أي سوق داخلين عليه جديد بديهيات لازم تتعمل، لكن ماكدونالدز ما عملتهاش في الأول، وده اللي أخر نجاح ماكدونالدز في فيتنام. معاكم أشجان ممدوح من مايت إز رايت. باي.